السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا انا بصور لكم كده بثواني، بس هاخد الارانب. سيب الارانب دي مكانها يلا عشان بياكلوا. سيبهم عشان حرام. انا قلت اصور لكم بقى الفيديو دون اهوت مدخل الصاله ده. الصاله اهوت اهو. ده باب الشقه اهوت. انا مش مركبه تكييف في المكان اللي انا حاطه فيه الارانب، لا هو التكييف عندنا هنا جوه. مش مركبه عند الارانب، مش مستاهله ان انا اركب لهم تكييف، يعني على ان هم روح في رقبتي، بس مش لدرجه ان انا اركب لهم تكييف واكذب عليكم واحور عليكم. لا والله مش مستاهله الكلام ده كله. انا بصراحه مش فاهمه التعليق قوي. لو حد بيقرا التعليقات اللي جايه لي ويفهم التعليق اللي جالي دوت، اما بيقول لي صوري لي المكان، يعني انا مش يعني مغصوبه ان انا اصور لكم الشقه ولا اصور لكم حاجه عن حياتي جوه. بس يعني برضو انا بحب اراضي الناس اللي هي مقدراني وبتتفرج على فيديوهاتنا. لازم اراضيهم برضو زي ما هم بيراضونا، ولازم هم يعرفوا كل حاجه يعني عن المشروع دوت. ممكن يكون عايزين يعملوا المشروع وخايفين، لا الجو حار، لا هيموتوا، لا مش عارف ايه. والله العظيم 3 بنظام تربيتك للأرانب أو تربيتك للأرانب، النظام عليه عمل جامد للتربية. دول أولا برضو جواب تعليق برضو جايلي. اللهم صل على النبي. انا بادئه بذكر واربع نتايات زي ما قلت لكم. اللي متابع فيديوهاتي من الاول هيشو يعني هيعرف ان انا ما بكذبش عليكم. ده والله العظيم انا بادئه بذكر واربع نتايات. واول والده كنا مشتاقين لاكل الارانب طبعا. رحت من خيبتي، رحت ذبحه يعني كلهم بقوا حوامل. الاربعه ولدوا. وبعد كده اول ما ولدوا طبعا شالوا على طول، يعني حملوا على طول. فاول ما حملوا، انا اول ما ولدوا اصلا الوالده الاولانيه انا ذبحت الذكر. كنا مشتاقين لاكل الارانب، قلت لهم لا انا مش هعرف اذبح النتايات عشان يعني دول حوامل وفي اللي بيرضع، مش هينفع اذبحهم، فانا هذبح الذكر. فرحت استعجلت وذبحت الذكر. طبعا كانوا ولدوا والدتين كبروا، بعته مرة وفرقت. طبعا بقيت اوزع على اصحابي وعلى قرايبي وكده، وبقينا نذبح وبناكل منهم. الوالدتين اللي هم اتولدوا ما ماتش منهم ولا واحد. ذبحناهم وبعت منهم وكلنا منهم، ويعني ايه، فضلوا بقى الاربعه اللي هم بيولدوا ما معهمش ذكر. رحت جايبه ذكر من بره اشتريته. وكان عندي ذكرين برضو من اللي هم ولادهم اللي طلعوا. قلت اسيبهم معاهم يكبروا ويعني يشتغلوا معاهم. بس انا بصراحة كانوا صغيرين قوي وما كانوش هيلحقوا، وانا عمالة اوكل وانضف واعمل على الفاضي، لازم اخد منهم انتاج. فقمت جايبه لهم الذكر دوت ورحت حطه لهم بقى معاهم، اللي هو الذكر الابيض. من ساعتها بقى وهم شغالين مع يعني معاه، ف بقوا يولدوا وكده، ودوت الانتاج بتاعهم. طبعا انا ببيع منهم. ناس حبايبي يعني متفقين معايا من اول مره خدوا مني ودقوا الارانب. كل ما بيخلصوا يقولوا لي ايه، اعملي حسابنا في 4، اعملي حسابنا في 5 كده، يعني على حسب اللي هم عايزينه. طبعا معاملتهم كويسه وبيدوني الفلوس على طول. دول اللي انا لسه بايعه لهم ووريت لكم في الفيديو اللي فات، دول من ضمنهم. يعني كانت واخده مني 3 وفي ناس تانية واخده 2 وواحد تاني لناس تانية، يعني عشان اللي انا بعتهم كانوا 6. تمام. الأرنب عندي ايه يعني ممكن يعمل 150 140 160، ما بيزيدش عن 160 جنيه ما بيكون بالوزن يعني. فطبعا بعتهم والحمد لله، جبت لهم بيهم العلف، وجبت لهم طبعا كل يوم بجيب عيش وبجيب برسيم وبجيب اي خضره بتقابلني بجيب لهم. طبعا زي ما انتم شايفين العدد كبير. بعوز اجيب لهم اكل باستمرار. تمام. فهحط لهم بس الاكل معاكم الاول عشان حرام. هم كانوا بس يعني من ساعتين كده. كتر الاكل معلش، مع كتر الاكل من غير نظام بيوسخ المكان.
ما لازم تظبطي الاكل. في ناس هتضحك عليا وعلى كلامي يعني، بس والله العظيم انا كلامي ما يضحك. يعني مش معنى ان انا بقول لكم ظبطوا الاكل وظبطوا مواعيد الاكل ان انا بهزر ولا حاجه، لا والله مش بهزر. يعني لازم نظبط مواعيد الاكل. لو انا هنضف لهم الوقتي. هو فين الطبق اللي انا بحط فيه الاكل؟ هات الطبق اللي على الفرن ده. لو انا بحط الاكل مثلا، لو انا هنضف الوقتي طب وشوهم منه، هاتيهم عشان ياكلوا. هحط لهم مثلا الاكل قبل انا ما انضف، عشان ما يعني احط لهم الاكل واحط لهم الميه واقوم منضفه بعد ما ياكلوا واستاخد الدنيا بقى. بصوا الحرب على العلف. هم بيموتوا في العلف بطريقه مش قادره اقول لكم. بس اكيد طبعا انتوا شايفين من المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا المنظر. حرب على العلف عشان زفر، وفي فيتامينات وفي حاجات ادويه وحاجات هم بيجروا عليه جامد. العلف ده مفيد جدا. بغير ان هو اكل وغذاء، لا ده هو برضو بيطهر معدتهم من حاجات كتير، اي ميكروبات ولا اي حاجه. لان العلف ده دخله علاجات وحاجات. ان هو العلف حامي، فلازم بيحطوا له حاجات، مواد وحاجات ان هو يعني ما يضرش الطيور. من ضمنها مثلا كالسيوم، حديد، حاجات من ديت. ده اللي انا عرفته بصراحه. مش عارفه ده حقيقي ولا لا. تمام. انا بدأت بذكر واربع نتايات زي ما انا قلت لكم، وجاوبت على الفيديو اللي هو بيقول لي انت مركبه تكييف في المكان. والله ولا تكييف ولا اي حاجه، دي التهويه اللي عندي اهي. اصورها لكم برضو المكان كله من فوق اهو. ده الخرطوم اللي هو بتاع التكييف جوه عندنا اهو. ولا اي تكييفات ولا اي حاجه، دي نعمه من عند ربنا. ربنا عالم بينا وبظروفنا، فعشان كده بيساعدني في اللي انا فيه. طبعا دول كتار في المكان، ما ينفعش ان عشان النفس وكده. بس انا بقى ايه بعمل ايه؟ اما بلاقي الجو سخن عندهم قوي، بقوم حايشه الفرش بتاع الصاله عندنا، لان هو المكان ده في وسط الصاله. بقفل الاوض وبروح عاينه الفرش بتاع الصاله، واروح بقى سايباهم في الصاله في المروحه. طبعا ما بشغلهمش التكييف، يعني لما ينفعش ان هم طالعين من السخونيه يخشوا على التكييف والكلام دوت. زي ما الكبير ما بيستحملش، دولت برضو مش هيستحملوا. يعني احنا لو خارجين من جو حر وجرينا على التكييف طبعا ده عايه وقرف. فانا ما بعرضهمش لاي خطوره زي ديت. بطلعهم بقى بيقعدوا بقى في الصاله في وسط المروحه وكده، والصاله طبعا رطبه. احنا في دور ارضي. اضربيه قاعدين اهو. المكان عندنا في دور ارضي ورتب يعني كويس. الجو جميل قوي عندي هنا. الشقه في دور ارضي بتبقى الجو فيها كويس عن فوق. كل ما طلعنا فوق كل ما الجو بيبقى حر. احنا في شهرين صعبين جدا، 7 و8 دوت صعب يعني بصراحة. انا اقسم بالله انا لما بقوم في وسط اليوم كده مثلا على الساعة 7 الصبح ولا 8 احط اكل الارانب. انا طبعا والله العظيم انتوا ما تعرفوا يعني مسؤولية الارانب دي عندي قد ايه. بس انا مستحملاها عشان انا بستفيد منها. فعشان كده انا مستحمله. انا بذبح الارنبه او الارنب. والله العظيم بعمل عليها كل حاجه طبعا، وبتوفر عليا شراء من بره جامد. فالارانب حلوه في البيت مش وحشه للي بيحبها. انا جايلي تعليق برضو والله كل ما بشوفه بضحك عليه. بيدوس لي ديسلايك يعني مش بس كفايه ان هو بيخش عندي على القناه بيشوف الفيديوهات وبيدوس لي ديسلايك، مش مشكله. انا مش هتحكم في رايك. ده رايك ويخصك. بس ادام انت مش بتحب الارانب ما تخشش عليها. لو انت مثلا غاوي ان انت تغيظني او تضايقني، انا مش بتضايق من الكلام دوت. دي اراء واختلاف في الاراء عادي، ما فيش مشكله. تمام. فانا الوقت جاوبت على سؤالين 3، على ان انا قلت كل فيديو هجاوب فيه على اسئله على سؤال واحد. بس برضو ان انا بحب يعني مش بحب اسكت على اي تعليق. بيبقى بسرعه كده بجاوب عنه. تمام. الذره
الذرة والدشيشة والذرة الصيفي في حاجة عندنا اسمها دشيشة، لو انتوا تسمعوا عنها، فول مكسر وذرة مكسرة والكلام دون. دي مش وحشة للأرانب، دي حلوة جدا، بس هي كل مشكلتها ان هي بتعمل دهون في الأرنب. ممكن الأرنب فيه 3 كيلو، منهم مثلا نص كيلو او اكتر دهون، بتلاقيها دهون جوه الأرنب كده. هو بيكبر الأرنب. هم غاليين مش رخاص يعني، لو انت حسبتيها هتلاقيها زي العلف بالظبط. ده كيلو الدشا مش عارفة ب18 جنيه ولا ب20 جنيه. انا بجيب كيلو العلف ب16 او ب17 جنيه، هتحسبيها هتلاقيها هي الذرة. فاحنا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. حبيتي تحط لهم ذرة مثلا وجبة كل يوم، كل يوم مرة، كل يومين مرة، مفيش اي مشكلة، عمرها ما هتضر الارانب ادام بياكلوها وكده. الذرة والدشيشة والحاجات دي، الذرة الصيفي جميلة جدا برضو للارانب. انا حطيتها لهم فترة كده، بس كل المشكلة برضو في الذرة الصيفي ان هي صغيرة، ولو هم بحتروها مش بيعرفوا يلقطوها ولا ياكلوها. انما العلف الحباية بتاعته كبيرة، لو هم مثلا قلبوا الطبق ولا حاجة بيبقى سهل عليهم ان هم ينقوها من الارض وبياكلوها. الارض طبعا نظيفة، دي النقطة اللي انا بتكلم فيها، ان انا اهم حاجة بنضف لهم المكان، عشان لو في حاجة وقعت في الارض وكلوها ما تعملهمش ميكروب في معدتهم. تمام. الذرة مش وحشة، الدشيشة مش وحشة، لو هم بياكلوا اي حاجة اديهم. كلها اسعار عالية برضو وغالية يعني مش رخيصة. فزي ما تحبي اديهم مرة علف مرة ذرة، مفيش اي مشكلة فيها. تمام. وربنا يصلح حالكم وحالنا ان شاء الله وحال الناس كلها. اللي عايز يسألنا على اي سؤال برضو حبايبي، وانا ببيع من الارانب. اللي عايز برضو يقدر يوفر المكان وانا تحت امره. الارانب الفطام اللي عندها 2.5 شهور 40 جنيه، بتاكل وبتشرب ومية مية، ووزنها ممكن يبقى في حدود نص كيلو. حلوة مش وحشة. الأرنب 150 جنيه، النتاية ب150 جنيه، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وطلعتوا حتى لو بمعلومة صغيرة، وأشوف وشكم بخير يا حبايبي. السلام عليكم.